فينك كنت تحضري فرح يا أختي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا يا جماعة هنتكلم عن كتب كتاب حسن حوارات ان شاء الله اللي قرب جدا، وكمان ان العفش جهز خلاص. وحسن بقى ورانا شوية حاجات من يعني اوضة الاطفال واوضة النوم، ربنا يفرحهم يا رب. حسن بقى اختار عفش جميل جدا، سواء في الدولاب وكمان في السرير، مختار اللي هو السرير ابو مرايات ده، ربنا يفرحك يا حسن. كمان واللي هو فيه شيفون وقطيفه كده لونه بني، عجبني قوي الالوان البنيه لان فعلا الالوان البنيه هي اللي حلوه في العفش. في ناس مطلعه الموضه ان هي تبقى ابيض، فلون البني فعلا حلو واختيار موفق. كمان واضح ان ما شاء الله نهال خطيبة حسن عسولة قوي. نهال طبعا من اسكندرية زي ما احنا عارفين، وان هي كمان قريبتهم من بعيد، وان هم يعني اتعرفوا مع بعض واتخطبوا. وواضح كمان ما شاء الله ان الحاجة سعدية مبسوطة من الجوازة، فربنا يفرحهم يا رب. فعلا لما جيت اشوف بقى الفيديو بتاع حوارات وان هم مبسوطين ازاي وقاعدين يسقفوا كده، حسيت فعلا ان فينك يا ام زياد، ربنا يغفر له ويرحمها. حتى باين في عينيهم برضو ان هم متأثرين، وان هم برضو وجود الاخت ده حاجة مهمة. ربنا يحمي كل الاخوات يا رب ويرحمها ويغفر لها ويصبر نيرة ورماس ويوسف وزياد. نيرة ما شاء الله حتى دايما عاقلة كده وركزة، كبرت قبل يعني كبرت قبل الاوان برضو، شالت يعني المشاكل اللي بين ابو زياد، والمشاكل اللي حصلت اللي فاتت دي طبعا اكيد مأثرة على نفسيتها. محدش يقول ان هي دايما قدام الكاميرا مش مبينة، ولكن هي بتحاول طبعا، لان محدش يعرف اللي جوه الواحد ايه. فربنا يفرحهم يا رب ويسعدهم ويصبرهم، اللهم امين امين امين.